اليوم اني باقية بالسيارة، فجتي زهرة اخذتني ودتني يا ماما شوية ساعتين وجيت هسه البيت. اليوم واحد من هاي الايام اللي قعدت بيه ومزاجي متعقد متعقد. ما اعرف شنو السبب، بس احنا البنات يعني ما يحتاج لنا سبب، هيك بدون سبب كيفنا. المهم خلي نفكر باشياء حلوة صارت اليوم. صار والله اليوم حكيت ويا المصممة اللي دا تساعدني اسوي الشعار مال المنتجات والتصاميم مال العلب وهاي السوالف. ما تدرون ايش قد وما تدرون ايش قد متحمسة لهذا الشي. 24 ساعة افكر بيه انا ونايمة، يعني قبل ما انام، من اصحى الصبح انا قاعدة ويا اصدقائي. حتى حلم احلم، تخيلوا يعني احلامي كلها صايرة بالمختبر مال تصنيع الكوزمتكس، تصنيع المكياج. يعني احلم بنص الليل دا اخلط الوان، احلم احلم بتصميم العلبة والنقشة وافز بنص الليل بكل عقلي اقعد ارسمها. مجنونة. بس انا كلش حابة هذا الشعور وكلش متونسة عليه، لانه الواحد اذا حياته بلا شغف ما لها اي معنى هيجي. فبعد شنو دا يصير وياي؟ جاي هسه بنت عم جوجو. لحظة، لا قبل هذا الاول باحكي كان عيد ميلاد ماما، سويت كيكة ام الكاكاو، اطيب كيكة ما اكلتها بحياتي. يعني مدام تعب نفسي، بس ابويا ما يحب الكيك، اكل قطعتين. يعني لازم اعلمكم على هالكيكة. المهم شوف الموضوع جا تغير. نرجع لبنت عم جيسون. جتي اليوم تريد افتح لها قناة، لانه هي تسوي منتجات طبيعية وما اعرف شنو تتعلم. فاذا راحت من وقت اقعد اني اسوي الكيكة اللي لازم اسوي منها ليا وجوجو، فاذا سويتها اليوم انزلكم المقادير وطريقة العمل هنا على السناب وتدللون. طبعا من نحكي بالسناب احس نفسي احكي ركض حتخلص 10 ثواني. واخر شيء اريد اقوله بسناب اليوم هو القي شغف لحياتك او لحياتك، ودائما اسأل نفسي ليش اني موجود.